انا شخصيا بقول الحمد لله الذي عافانا. هقول لك ايه القصه. كان في قنبله نوويه رياضيه ستسقط على دماغ المصريين. عايز تعرف ايه اللي حصل؟ بسيط قوي. اللي حصل انه منتخب المغرب للشباب الشقيق في اول انجاز عربي من نوعه، منتخب الشباب المغربي فاز بكاس العالم للشباب. وفاز على مين بقى؟ على الارجنتين في المباراه النهائيه. هتقولي طب وانت زعلان ليه؟ انت عارف لو خدتها، لو احنا خدناها مصر يعني، ما احنا كنا مشتركين. اقول لك احنا كنا فين بقى؟ لو كنا خدناها، انا عايزك تتخيل بس لو كنا خدنا كاس العالم للشباب، بس انا عايزك تحط في دماغك كنت قاعد على الكنبه كده سيناريو لو كنا خدنا كاس العالم للشباب. ده احنا كنا شلنا الطين 10 سنين قدام. 10 سنين. ده احنا وصلنا النهائي كاس العالم اللي ابو 48 فرقه نسبوا الفضل لسياده الرئيس، وطلع ابراهيم حسن قال لك مش مهم ناكل، بس المهم نوصل لكاس العالم. نوصل. ده اصلا في كم فرقه من افريقيا؟ 9 فرق تقريبا ولا 5 فرق هتطلع منها. يعني بقت مهلبيه. كاس العالم دلوقتي بقى مهلبيه 48 فرقه. زي دوري كده الدورات الرمضانيه 48 فرقه. ولعبنا فرق ايه؟ جيبوتي والحاجات دي، حاجات كده ملهاش دعوه بالكوره اصلا. وطلعوا هللوا، وسياده الرئيس بعت برقيه، وسياده رئيس الاتحاد وابراهيم عيسى طلع يبكي ويقول لك المهم مش مهم ناكل، مش مهم نشرب، المهم نوصل لكاس العالم. المغرب بقى امبارح اخذت كاس العالم الشباب في مباراه نهائيه كانت بينها وبين الارجنتين. ولاد المغرب رفعتوا راسنا. ابناء المغرب الف مبروك، الف مبروك. اللهم لك الحمد. الحمد لحاجات كتير، لكن لانجاز المغاربه بالحصول على كاس العالم وان احنا ما خدناهوش. تخيل احنا في المرار الطافع ده كنا خدنا الكاس ده. تخيل ده احنا وصلنا لروسيا بس، يعني حجزنا ميعاد في روسيا. طلع احمد موسى عمل ايه؟ ده احنا كنا هنسمع حاجات يا جدعان.